لافتين نظركم لما ظل يواجهه طلاب وطالبات دارفور بالجامعات والمعاهد العليا من استهداف ممنهج وصل حد القتل داخل تلك المؤسسات وخارجها، فقط مطالبتهم بحقهم المكتسب في اتفاقيتي ابوجا والدوحه بالسلام باعفائهم من الرسوم الجامعيه الباهظه باعتبارهم مصلحه في السلام كمحاربين. وبدلا من اعمال هذا الحق في بلاد وصلوا فيها نسبه الاميه اكثر من 60% من السكان خاصه في اقليم دارفور الموحد، الا ان السلطه الاقليميه لدارفور ومن ورائها الحكومه المركزيه تنكل في هذا الحق في صالح طلاب وطالبات دارفور بمرات واهيه. ان اقليم دارفور يعاني من ويلات الحرب بين الحكومه والعديد من مواطني الاقليم مما عطل الحياه وافقر الاقاليم وانسانه. ويكفي ان ما سقط من قذائف بالطائرات على ارض دارفور احرق الاف الابدنه والحواكير وقتل ونهب الانعام للثروه الحيوانيه وارعب وقتل الالاف من المواطنين، وكان حريا بالسلطه الاقليميه ومن ورائها الحكومه المركزيه ان تعمل على بناء انسان دارفور باعمالها مبدا التعليم بلا مقابل، لان الامم لا تبنى الا ببناء انسانها حامل مشاعر حضاراتها وجينات تطورها ونمائها، وليس بحمله التنكيل والتعذيب والاعتقال التي استرعتها حكومتكم اتجاه طلاب دارفور معيدة لاذهان حملات الاستبداد الانتقاميه. ولا نريد ان نذكركم بان ما حدث لم يهتم بنص الماده 9 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والمضمون بنص الماده 27 من الدستور. ان التحالف والاجماع الوطني يدين العنف الممنهج وهذه الممارسه الهمجيه التي تمارسها الاجهزه الامنيه الرسميه وغير رسميه ضد طلاب دارفور. ونطالب: 1. اطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب دارفور. 2. تشكيل لجنه تحقيق فوري وتقديم المتورطين من مرتكبي الجرائم ضد الطلبه للمحاكمه. 3. اعاده جميع طلاب دارفور لمواصله الدراسه الجامعيه والسكن فورا وبدون رسوم. السيد الوزير، ان الانتهاكات التي ظلت تمارسها الحكومه وانت مستشارها القانوني الاول عبر الاجهزه الامنيه الباطشه